يصادف اليوم ذكرى مرور 54 سنة على أحداث مجزرة حريق سينما عمودة التي راح ضحيتها ما يقارب على 283 طفلا من أبناء مدينة عمودة الكردية، الذين تم دعوتهم بناء على طلب مدير ناحية عمودة لحضور فيلم وثائقي بعنوان شبح بمنتصف الليل بغية دعم ثورة الجزائر. في مثل هذه اليوم 11 عام 1960 ارتكبت الحزب البعث الشوفيني الدكتاتوري وبقيادة مدير ناحية عمودة ارتكبت مجزرة بحق الشعب الكردي في مدينة عمودة، راح ضحيتها أكثر من 300 طفل كردي من طلاب المدرسة الابتدائية. وكانت في هذه المدرسة في السينما كانت مؤامرة بين الحزب البعث ومدير ناحية عمودة واستخباراته، قاموا بارتكاب مجزرة مؤامرة على أساس يجمعون تبرعات لأجل دعم الثورة الجزائرية، وكانت مخططة لها، وارتكبوا هذه المجزرة بحق شعبنا الكردي. ندين ونستنكر حزب الشوفيني وعوانهم، والمجازر مستمرة في جميع أجزاء كردستان، ليست في كردستان الغربية وفي عمودة منذ آلاف السنين. هذه العدو المستعمرة في جميع أجزاء كردستان. وكان عدد الحضور في السينما ما يقارب 500 طفل من طلاب مدرستين من أصل 5 مدارس، وهما المتنبي والغزالي. وبحسب أهالي مدينة عمودة فإن صالة السينما كانت تتسع ل200 شخص فقط. راديو دنجي زلال، هوزان ولو.